حكم أقل من سنتين، بس التاريخ اتشق نصين. ما عملش فتوحات ولا بنى معابد، لكن وجوده نفسه كان نقطة تحول، كأن الكون كان محتاج ويسلم الشعلة ويسيب الباب موارب لواحد جاي بعده هيهز الدنيا. لكن الغرابة مش في حكمه، الغرابة في موته. رمسيس الأول اختفى، مش اختفى يعني اتدفن واتنسى، لأ، مومياه نفسها اختفت من المقابر الملكية. والأغرب مفيش سجل واضح بيقول اتدفنت فين، ولا حتى نقش بيحمل وداع أو طقس جنائزي زي باقي الملوك. وبعد أكتر من 1400 سنة يلاقوا موميا في متحف كندي صغير، من غير بطاقة ومن غير هوية، ومحطوطة كقطعة ديكور. بس العلماء لما بصوا عليها حسوا بحاجة: شكل الجمجمة، طريقة التحنيط ووضع الإيدين، وفي تفاصيل في اللفائف مش ممكن تكون لأي شخص عادي. جابوا الدي إن إيه، فحصوا كل خيط، وطلعت الصدمة: ده رمسيس الأول، الفرعون اللي مصر نسيته، بس هو ما كانش نسيها. سنة 2003 في موكب مهيب رجعت الموميا مصر، محطوطة في تابوت زجاجي، بس الغموض لسه قائم. هل الموميا دي فعلا هو، ولا دي مجرد محاولة تهدي لعنة بدأت من أول يوم لبس فيها التاج؟ الفرعون قال: ما كنتش المفروض أعيش، بس لما الحياة فرضتني سبت ورايا بوابة للي جاي. اللي جه بعده ما كانش مجرد ابن ملك، ده كان محارب اتربى وسط المعابد وشاف الدم قبل ما يشوف العرش. اتقال عنه ما سمحش للضلمة تلمس حدود مصر، لكن في نفس الوقت خبى سر عمره ما خرج للنور. في الحلقة الجاية هتعرف ازاي سيتي الأول بقى الحاكم اللي حفر اسمه مش على الجدران، لا، في قلب كل فرعون جه بعده. الفرعون قال: أنا ما حكمتش بس، أنا رسمت الطريق للملك اللي هيخليكم تنسوا كل اللي قبله. استعد للحلقة اللي تم مسحها من المعابد. الحلقة الجاية سيتي الأول، سيف في يد المعبد.